يسعد مساكم. هالمرة جايبت لكم طريقة صلصال بالبيت كتير سهلة وكتير بتجنن، خاصة هلأ بالشتاء والصغار قاعدين بالبيوت وبدنا نسليهم. خليهم يعملوها معكم، بتسلوا بنبسطوا بضيعوا وقت. رح نحكي بسم الله. بنجيب كاسة طحين مع نص كاسة ملح، أي نوع ملح عادي، مع معلقتين زيت نباتي، مع غطاية خل. هاي بنتي قاعدة بتساعد فيي. طبعا بنحركهم على البارد وبنحط كاسة مية. بنحركهم على البارد طبعا أول شي عبين ما تشكلوا مع بعض يصيروا مثل العجينة. بتحطيهم بطنجرة تيفال عشان ما يلزق، بتحطيهم على نار متوسطة. بضلك تحركي ليتنشف المواد السائلة معنا. هلا هي بتكون كتير سخنة. بتجيب الألوان، طبعا هي ألوان الأكل الطعام. جبت لون أخضر وأصفر وأحمر، إذا ما عندك بس أصفر اللي هو الكركم عادي كتير ممتاز. تلبسي كفوف لأنه هلا الصبغة هي راح تتعلم على أصابعك. تلبسي كفوف أفضل. بتحطي على جنب صحن مية وجواته شوية زيت عشان إذا حسيتيها نشفت حطي بإيدك وبلشي عجني. بتقطعيها ثلاثة حسب الألوان اللي عندك، وبتفتحي هذا رح يكون موضح الفيديو. طبعا بدك تعجنيها كتير 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 كويس مثل العجينة العادية. هي بدها شوية يعني وقت عشان ما تعجني عشان تصير قوامها كتير طري وكتير ممتاز. بتحطي الألوان، بتفتحي العجينة بتحطي الألوان اللي بدك إياها بتبلشي تعجني كل وحدة لحال. يعني شوي بدها تاخد وقت بس بتطلع نتيجة بتجنن. طبعا بس بدك تحسيها كيف بدك انها نجحت، بتعملي اشكال دائرة مربع اللي بدك اياه. وتكون اهم شي ما فيها تشققات. زي ما قلت لكم تكوني حاطة على جنب صحن مي وفيه شوية زيت. شايفين كيف طلع معنا اخضر واصفر واحمر بتجنن. بتحفظيها بمرتبان ما يوصلوا عليه الهواء، واستخدميها انت واطفالكم. ريحتها حلوة، لونها حلو بتجنن، واهم اشي انها امنة وما فيها اي مواد مضرة لا سمح الله اذا حدا اكل منها. بتعرف الاطفال وايديهم طويلة وبحبوا يجربوا اي شي غريب. جربوها ويسلموا كتير على المتابعة.